بص حواليك هتلاقي كل حاجه في حياتك بقت فيها سكرولينج، بقى فيها السوشيال ميديا. وبقى دلوقتي اللي بيكسب في الزمن ده اللي بيعرف يخلي الناس توقف سكرولينج وتتفرج على الحاجه دي. وانا حاسس بيك وعارف الضغط اللي عليك، عشان وانا في سنك كان بيحصل لي نفس الكلام. فانا بقول لكم كده عشان رمضان هو فرصه كبيره جدا ان احنا نقرب من ربنا، واي اهداف كانت متاجله نبتدي نعملها. انا زهقت من فكره ان الناس فاكره انك محتاج يكون معاك لابتوب عشان تعمل فلوس في 2026، لان الحقيقه عشان تعمل فلوس دلوقتي انت مش محتاج ولا لابتوب ومن غير خبره ومن غير ما تشترك في مواقع بمئات الدولارات. لان في الفيديو ده انا هقول لك على احسن 3 طرق تعمل بيهم فلوس من موبايلك وانت قاعد في بيتك. بس قبل ما نبدا، لو انت من 13 ل 25 سنه فانت بالغ ومكلف، ربنا يغفر لنا ذنوبنا ويقربنا ليه. وانا حاسس بيك وعارف الضغط اللي عليك، والضغط ده خلاك تبطل تعمل الحاجات اللي انت بتحب تعملها عشان خاطر الناس اللي حواليك بتقول لك ده نصب والكلام ده اي كلام والذكاء الاصطناعي هيبدل شغلك. وانا حاسس بيك عشان وانا في سنك كان بيحصل لي نفس الكلام. ولو انت اكبر مني فاحترامي ليك طبعا، والنصيحه دي اخوه، انا مش بقول على وجه الغرور. ناس ساعدتني ابقى في المكان اللي انا فيه الحمد لله، زي باشمهندس طارق. واللي ما يعرفش باشمهندس طارق فهو السي او بتاع ماني لاب يونيفرسيتي. فانا بقول لكم كده عشان رمضان هو فرصه كبيره جدا ان احنا نقرب من ربنا وان احنا نلتزم، واي اهداف كانت متاجله نبتدي نعملها. بص حواليك هتلاقي كل حاجه في حياتك بقت فيها سكرولينج، بقى فيها السوشيال ميديا. عمال بتقلب بين فيديوهات، بتقلب ما بين صور، حتى بتقلب في المواقع بتدور على منتجات تشتريها. وبقى دلوقتي اللي بيكسب في الزمن ده اللي بيعرف يخلي الناس توقف سكرولينج وتتفرج على الحاجه دي. وكل البيزنسز بتدور على الشخص ده. فاول مهاره هي الشورت فورم فيديو اديتنج، انك تعرف تعمل فيديوهات قصيره، بس كان فيديوهات بودكاست بتروج له، ايا كان نوع الفيديوهات. والمهاره دي انت ممكن تبدا فيها من موبايلك، مش محتاج لسه لابتوب. طبعا لو انت بلابتوب هيكون الموضوع بروفيشنال اكتر بكتير، ولكن ده مش معناه ان انا ما ينفعش تبدا. وانا مش هجيلك بايدي فاضيه. احنا نازلين على اليوتيوب عندنا فيديو كامل، كورس مجاني وصدقوني كنا هنبيعه بفلوس، يعلمك ازاي تعمل مونتاج من موبايلك وتعرف تعمل ستايل زي ستايل البودكاست مثلا. لو شفت الفيديو ده كملته للاخر وطبقت كل حاجه فيه، انت هتبقى فيديو اديتور جاهز تعمل فيديوهات بودكاست لرجال اعمال كبار جدا. والمرتب في الشغلانه دي هيبقى من 300 لغايه $1000 على حسب مستواك وعلى حسب قد ايه العميل ده مهم او البادجت بتاعته عاليه. معظم الناس بتعرف تتكلم، بس مش اي حد بيعرف يقنعك او يخليك تؤمن بحاجه انت ما كنتش مؤمن بيها. يعني مثلا لو انت شايف ان انت تروح الجيم او تحسن من جسمك دي حاجه مش مهمه بالنسبه لك، لو لقيت الريسبشنست الصح في الجيم اللي عرف يقنعك قد ايه انك لما تغير جسمك حياتك تبقى احسن بكتير بنسبه 90%، انت هتشترك في الجيم ده. ودي بقى شغلانه السيلز، او بالاخص واللي انا بتكلم عليها دلوقتي الابوينتمنت سيتنج، انك تحدد، انك تكون الشخص اللي بيحدد المواعيد. الشغلانه دي في شركات كتير جدا دلوقتي في مصر موجوده بتدور على حد يعمل كده، ولكن لو انت عايز تاخد اجر عالي فيها لازم يكون معاك انجلش. فهي مش هتكون مناسبه ليك ومش هتاخد فيها مرتب عالي لو انت الانجلش بتاعك مش كويس، انك هتعمل كولد كولينج مع ناس بره مصر وهيحتاج الانجلش بتاعك يكون فلوينت. فلو انت الانجلش بتاعك مش كويس بلاش المهاره دي. وطبعا المهاره دي هيكون دخل فيها من 500 لغايه $2000. ممكن تبقى تيم ليدر في الشغلانه دي بسرعه جدا على حسب بقى شطارتك. ممكن تتعلمها من على اليوتيوب. ثالث مهاره واللي هتكون من اذكى المهارات اللي انت لو اخترتها تعرف تدخل فلوس كتير جدا وبسرعه، وهي الاي اي ثامبنيلز. ودي بقى اللي قليل جدا بيبقى فاهم قد ايه المهاره دي جوهره حرفيا. لان مثلا انت بتفتح يوتيوب، ايه اول حاجه بتشوفها؟ انت بتشوف مجموعه فيديوهات ثامبنيلز مختلفه، عناوين مختلفه، لكن ايه الحاجه اللي بتخليك تدوس على الفيديو وتبقى عايز تتفرج عليه وتشوف محتواه؟ هي الثامبنيلز. فكل ما الثامبنيل دي تكون بتشدك كل ما انت هتدوس عليها. بس طبعا عشان تتعلم ثامبنيلز دلوقتي في 2026 انت محتاج تبقى فاهم كويس جدا في فوتوشوب، فاهم كويس جدا في توزيع الالوان، واكتر حاجه بتشد الناس، وتشتغل على الثامبنيل الواحده من 3 ل 10 ساعات على حسب قد ايه معقده. ممكن تعمل ثامبنيل شكلها حلو جدا بس الناس ما بتدوس عليها. عشان كده في مهاره جديده دلوقتي طلعت بالاي اي، اللي هي الاي اي ثامبنيلز، انك تعرف تعمل ثامبنيل ممكن تاخد 3 ساعات 6 ساعات 10 ساعات تعرف تعملها في 5 دقائق او 10 دقائق. والمهاره دي بقى مش محتاجه منك موبايل، ولا محتاجه منك خبره في التصميم، ولا حتى محتاجه منك انك تكون يوتيوبر مثلا فعارف انهي ثامبنيل بيجيب كويس. لان فكرتها كلها انك هتدور على ثامبنيل نجحت وهتعمل زيها بالظبط مع تغيير شويه حاجات. بس هتقولي ليه اليوتيوبر اصلا يشتغل معايا وهو عارف ان انا بعمل الثامبنيل دي بالاي اي؟ هقول لك هو مش لازم يعرف انك بتعملها بالاي اي، دي اول حاجه. تاني حاجه هو بيفرق له اكتر النتيجه عن انت ازاي عملت الحاجه دي. يعني الناس دايما بتبعت لي رساله بتقول لي طب يا استاذ نور لو انا اشتغلت دلوقتي من الموبايل والعميل لان انا بعمل مونتاج مثلا من الموبايل، مش هو ممكن ما يكونش عايز يشتغل معايا؟ دايما بيكون ردي ان هو مش فارق معايا انت شغال من ايه، حتى لو شغال من آلة حاسبه، المهم تطلع نتيجه كويسه هتساعده يوصل لنتائج احسن. والمهاره دي انت ممكن تعمل فيها من 200 لغايه $1000. بس خليني اكون صريح معاك، اصعب حاجه في الموضوع مش انك تستخدم الاي اي، اصعب جزء انك تعرف تشرح له بالشكل اللي انت عايزه. يعني انت اكيد بيكون عندك فكره في دماغك بس مش عارف تعبر عنها، والموضوع ده بياخد شهور من التجربه، ممكن سنين كمان. وبفضل الله احنا قدرنا نوصل ل 100,000 سبسكرايبر على يوتيوب في 11 شهر بس. كبرنا اكونتات السوشيال ميديا كتير مع صناع محتوى كتير ورجال اعمال، فقدرنا نلاقي احسن طريقه ممكن تتعلم بيها مهاره الاي اي ثامبنيلز وتعملها من موبايلك وتبيع لليوتيوبرز وتجيب لهم نتائج كويسه كمان. عشان كده احنا عملنا لك حاجه تختصر عليك وقت، عملنا لك كتاب كسيب الاي اي. الكتاب فيه 50 برومبت ل 50 ثامبنيل مختلفه جابوا فيوز وحققوا نتائج لليوتيوبرز بتوعهم. وكمان في برومبت جوكر تقدر تاخد اي ثامبنيل قدامك وتعمل زيها، وكمان تقدر تعدل في البرومبت انك مثلا عايز تغير اللون، عايز تغير الزاويه،
الكلام ده كله. فانت حرفيا هتاخد البرومبت تعدل فيه الالوان او الشكل اللي انت عايزه على حسب كل عميل، تحط صوره العميل والاي اي هيعمل لك الثامب في دقايق. وده مثلا نتيجه لشخص دخل من الكتاب وقدر انه يعمل ثامب لدرجه ان العميل نفسه ما كانش عارف ان هي معموله بالاي اي وفاكرين ان هو اشتغل عليها ساعات. وطبعا المشكله هتواجه معظم الناس انهم بعد ما عرفوا ازاي يعملوا ثامب هيقولوا ازاي اوصل لعميل وباله الكلام ده. فاحنا عملنا جزء كامل جوه الكتاب يعلمك ازاي تبعت ليوتيوبرز، ايه الرساله اللي تبعتهم، كل الكلام ده. الكتاب حرفيا احنا عاملينه 8 وجبه عشان يقدر الناس كل الجميع واي حد يقدر يشتريه مهما كان. وكمان عليه دلوقتي خصم 70% وده لفتره محدوده جدا، فلو عايز تلحق مكانك هتلاقي لينك الكتاب تحت في الديسكربشن، الحق خد الكتاب قبل ما السعر يزيد. ولو انت مهتم تشترك في البرنامج التدريبي بتاع جامعه ماني لاب اللي هيعلمك تبقى فيديو اديتور محترف وتعمل من $500,000 في الشهر، هتلاقي لينك برضه تحت في الديسكربشن. السلام عليكم.